الاهلي والزمالك بكره ان شاء الله في نهائي السوبر المصري، او الزمالك والاهلي في نهائي السوبر المصري بكره ان شاء الله. ففي كام حاجه كده لازم ان شاء الله تتعمل عشان نقول مبروك للزمالك. اول حاجه الاستحواذ. لازم الاستحواذ يبقى مع الزمالك طول فتره ال90 دقيقه. يعني ما تديش فرصه للاهلي ان هو يستحوذ على الكوره خلال الماتش، خلال ال90 دقيقه، لانه لو استحوذ على الكوره خلاص يعني الاهلي هي مش هيضيع الفرصه يعني. فلازم يبقى عندك الاستحواذ 90 دقيقه على طول الماتش. دي اول حاجه. تاني حاجه نخلي بالنا من مجدي قفشه. مجدي قفشه راجل بتاع ربنا، راجل بينام من العشاء، السبحه ما بتفرقش ايده. ده لازم يتمسك. اول ما الكرة تبقى معاه الفرقة كلها تضغط عليه. الفرقة كلها تضغط عليه، لو طولنا حد من الاحتياطي ينزل يضغط عليه، ينزل يضغط عليه. راجل بتاع ربنا، ومش عايزين نكرر القضية تاني عشان يعني كتير حرام يعني. بالنسبة بقى لو الشناوي اللي واقف جون، فمطالب من لعيبة الزمالك كلها انها تشوط على الشناوي. الراجل ده بتاعنا مفيش مشكلة. انما لو مصطفى شوبير اللي واقف يعني خلاص. آه، وانا اتمنى ان الشناوي اللي يلعب يعني. وبلاش لعيبه الزمالك تنزل تتفسح في قلب الملعب، وخصوصا زيزو. يعني انت يا زيزو مضغوط عليك، ضغط من اللعيبه، باصي. ما تبقاش الدنيا مساحات قدامك وتباصي الكوره ويبقى ما يبقى عليك ضغط، تقعد تمشي بالكوره ملهاش لازمه. يعني انت مش بتلعب في مانشستر سيتي. فبلاش تتفسح بالكوره كتير. وطبعا مش انت بس، كل اللعيبه يعني، بس انت خصوصا لان انت نقطنا الماتش اللي فات. يعني انا شخصيا اتنقطت منك من الماتش اللي فات يعني. وبعد كده زياد كمال ما ينفعش يلعب رقم 6 خالص. يعني اتمنى ان عمر جابر هو اللي يلعب بكره باك رايت، ويحط بقى محمد شحاته مكانه رقم 6 احسن عنده. يعني هيبقى هيبان في الحته دي اكتر من زياد كمال. ما عجبنيش خالص الماتش اللي فات بصراحة. يعني الخط النص بتاعنا الدفاعي كان بصراحة مفتوح. فبلاش زياد كمال، ومحمد شحاتة ان شاء الله ربنا يوفقه بكرة ويبقى موجود ويعوض النقص اللي في الحتة ديت يعني. ويا ريت اول ربع ساعة يعني الزمالك ما يخشش فيه جون، لان لو احنا اول ربع ساعة دخل فينا جون اعتقد ممكن العملية تفتح يعني، وممكن يعني تحصل نتيجة تقيلة. فأتمنى أول ربع ساعة اللعيبة تبقى مركزة، و ما يبقى في ضغط على الأهلي، ويبقى عندك انت الاستحواذ، وميبقاش هو عنده أي نوع من الاستحواذ خالص عشان تقدر تسيطر على الماتش، وخصوصا أول ربع ساعة. لأن الأهلي معنوياته بتبقى عالية جدا لو جاب جون في أول دقيقة. سيبك من الماتش اللي فات بتاع سيراميكا، هم عندهم شوية مشاكل وكده، بس الأهلي بيعرف يلم نفسه بسرعة يعني. وخصوصا لما بيلعب فرقة تقيلة أو فرقة كبيرة، فيها فرقة لها اسم زي الزمالك، بيصالح جمهوره بالطريقة ديت يعني. فنخلي بالنا في أول ربع ساعة. مطلوب بقى من لعيبة خط النص، خصوصا عبد الله السعيد ومحمد شحاته لو لعب، ابعدوا خالص عن حسام عبد المجيد والمسلوسي. يعني بلاش تباصوا لهم كور. احنا الاتنين دول هم بيدافعوا فكتر خير الدنيا يعني، ده اخرهم يقطعوا كور، يطلع يطفش كوره في الاوت، يعني ده اخره. انما يبني هجمه ويباصي وبتاع، لا ما فيش الكلام ده. حسام عبد المجيد لما بيبني هجمه الكره تبقى في الاوت، والمسلوسي ما بيبقاش شايف غير الجزيره قدام، بيشوط له الكوره خلاص ويريح دماغه. فيا ريت نخلي بالنا ان احنا ايه الاتنين دول بالذات يعني ما بيعرفوش يباصوا. لازم تبقى المعلومه دي عندنا وعند اللعيب. فبلاش يعني ان احنا ايه نضغط عليهم ان احنا نباصي لهم كوره وكده يعني. دي امكانياتهم من الاخر يعني. فايه نركز على احنا ننقل الكوره من الثلاثي بتاع خط النص، ونعتبر الناس دي مش موجوده ما بتلعبش معانا. هيبقى احسن يعني، هيبقى اريح يعني. ويا ريت يفاجئنا ينزل 2 مدافعين غيرهم، يبقى حاجه، يبقى كويس افضل يعني. اهم بقى نقطه التحكيم. التحكيم بكره ربنا يستر، لان انا حاسس ان الاضاءه هتبقى عاليه في الملعب، والحكام هيبقوا نازلين لابسين نظارات شمس، ومش هيشوفوا غير لون واحد. ف ربنا يستر من التحكيم.
ويا ريت لعيبه الزمالك تخلي بالها وهي بتتعامل مع الحكم، لان هم هيتلككوا. انذار، طرد، ضربة جزاء، اي حاجة بقى. فربنا يستر. وانا توقعاتي الماتش ممكن يبوظ بكرة، وان الزمالك هتحصل اي لقطة وممكن ينسحب. دي توقعاتي للماتش. فيا رب توقعاتي ما تبقاش هي اللي يعني اللي تبقى موجودة، والزمالك يكسب والدنيا تبقى كويسة.